أعلن حسن ربيع الكواري مدير إدارة علاقات التسويق في كأس العالم فيفا قطر 2022 أن تذاكر الكأس العالمية والتي تصل إلى 3.1 مليون تذكرة ستباع بالكامل. وذكرت صحيفة الراية نقلا عن الكواري أنه مع انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات كأس العالم والتي تستمر لنهاية البطولة تم بيع 120 ألف تذكرة في أول 3 ساعات من انطلاق عمليات البيع، كما أنه ومع بداية مرحلة إعادة البيع بلغ عدد العمليات 75 عملية إعادة بيع في نصف اليوم الأول لهذه المرحلة، والأرقام تعبر عن الإقبال الكبير على التذاكر، وهذا شيء إيجابي وطبيعي في كأس العالم، خاصة وأن مبيعات التذاكر قبل انطلاق المرحلة الأخيرة كانت قد وصلت إلى 2,450,000 تذكرة. وأضاف الكواري: تلقينا حتى الآن 40 مليون طلب شراء، وسيصل الإجمالي الذي سيباع في النهاية إلى 3,100,000 تذكرة بناء على سعة الملاعب والحصة المخصصة للفيفا والرعاة وكذلك المنتخبات المشاركة، حيث يحصل كل منتخب على 8% من سعة كل الملعب الذي سيلعب به. وأيضا هناك التذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وبخصوص أسعار التذاكر قال الكواري: إدارة تذاكر البطولة حق أصيل للفيفا، وأيضا تحديد فئات الأسعار وفقا لما يراه مناسبا، ومن خلال التنسيق معها تم الحصول على أسعار مناسبة للفئة الرابعة من التذاكر والمخصصة للموجودين في قطر فقط، حيث يبلغ سعر التذكرة 40 ريالا، وهذا السعر يعد الأقل منذ مونديال إيطاليا 1990. وفي النصف الثاني من أكتوبر سيتم الإعلان عن تطبيق التذاكر الخاص بالفيفا على الهواتف الذكية، كما سيتم فتح مراكز بيع التذاكر الرسمية لمساعدة المشجعين في تعديل البيانات وأيضا شراء التذاكر إن كانت هناك حصة لم يتم بيعها. وفيما يتعلق بالسوق الموازي قال الكواري: إن الفيفا يحارب هذه الظاهرة بشكل دائم، وأن استخدام التذاكر الديجيتال يقلل من السوق الموازي بكل تأكيد، ولكن لا يمكن القضاء عليه تماما لأنه سلوك لبعض الجماهير من الصعب السيطرة عليه.